تعال اقول لك اخبار اليوم 21/8/2023 عالميا ومحليا. ونبدا باخبار الاهلي. رسميا كولر مدد عقده مع اهلي لمده موسمين بالاضافه للموسم الجديد. ومهاجم الاهلي الجديد تقريبا هيبقى جوستافو سوزا البرازيلي. تابع على اخبار الدوري السعودي هتلاقي ان الهلال يعلن رحيل موسى ماريجا. اعلن نادي الهلال السعودي ابو حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيل مهاجم الفريق المالي موسى ماريجا صاحب ال 32 سنة. انضم للهلال في عام 2021 قادما من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر. لعب موسى ماريجا مع الهلال 75 ماتش، سجل 45 هدف وصنع 7 أهداف. لو طلعنا بره الأخبار العالمية ورحنا برشلونة يعلن رحيل ظهيره الأيمن ديست إلى نادي اندهوفن الهولندي. ومانشستر يونايتد يعلن رحيل جرينوود عن الفريق بعد إسقاط جميع التهم اللي كانت عليه. ومانشستر سيتي يقترب من ضم دوكو. يكثف نادي مانشستر سيتي جهوده للتعاقد مع الجناح الأيمن دوكو خلال سوق الانتقالات الصيفية. مانشستر سيتي قدم عرض النادي وين الفرنسي ما بين 55 ل 60 مليون يورو من أجل ضم دوكو. دوكو لعب مع وين الفرنسي 91 ماتش في جميع المسابقات، سجل 12 هدف وصنع 10 أهداف، واللعيب عنده 21 سنة.